مساء الخير يا حلوين. النهارده هعمل لحمه بالبهارات. دي طاجن حلو قوي في العيد، يعني يا ريت تجربوه. بصوا، عندنا هنا البهارات كلها، هنزل المقادير كلها مكتوبه. دلوقتي هنقلب البهارات اللي احنا حطيناها كلها مع بعضيها كلها كده. هي تقريبا فيها بهارات كتير بس ما تتخضوش، يعني هي كلها عندنا في المطبخ. هنقلبها كويس ونقسمها نصين كده. هناخد النص ده نرشه على اللحمة، بعدين هنقلبها. الحبهان يا ريت لو في حبهان مطحون، طبعا انا ما كانش عندي حبهان مطحون فعادي نحط حبهان عادي. هنكمل بقى بقية الوصفة على النار. في حلة على النار هنحط زيت زيتون، لو مفيش زيت زيتون عادي خالص هنحط اي زيت، يعني ما يكونش ليه طعم قوي، يعني كريستال عباد مثلا. وبعدين نحط الزيت يسخن وبعدين هنبتدي نحمر اللحمة. تحمير اللحمة ده بيخلي البهارات يعني البهارات ريحتها تطلع كده، يعني ممكن نشوحها عادي، ممكن نعمل الأكلة كلها من غير الحركة دي، من غير التحمير، بس الحركة دي بتديها طعم أكتر، أحلى. ممكن تتعمل بلحمة كيلو أو لحمة ضاني أو لحمة كندوز، أي نوع لحمة عندك تقدري تعمليها بيه. نبتدي نحمرها، ولما تتحمر وتاخد وش نشيل دول ونحط بقية اللحمة اللي عندنا. هنا اللحمة بعد ما اتحمرت هنبتدي نرفعها في طبق علشان نكمل بقية الوصفة. مكان بقى الزيت ده هنحط 15 فص ثوم زي ما هما، مش هنقشرهم ولا نعمل فيهم اي حاجة. هنحط 5 بصلات كبار مقطعين 4/4، لو في بصل من اللي هو الصغير الجوليان ممكن نحطه او ده. نقلبهم لما ياخدوا ريحة البهارات اللي موجودة مكان اللحمة، يبتدي يتبلوا كده. هنحط عليهم بقية المكونات، خليكم معايا بقى. هنا بعد ما قلبنا البصل لمدة 5 دقايق نبتدي نحط معاه 3 طماطم مبشورين، يعني متقشرين بالسكينة ومتقطعين كده مكعبات صغيرة، 3 أو 4 حسب حجم الحباية يعني. اسهل حاجه في الوصفه دي ان احنا لا بنفرم بصل ولا بنفرم ثوم ولا بنعمل حاجه، هو كله زي ما هو. بعدين نرجع اللحمه بقى تاني. هنا هنحط بقيه البهارات اللي احنا حطينا نصها الاول على اللحمه، هنحط النص التاني دلوقتي، اللي هي عبارة عن نص معلقة صغيرة كمون، نص معلقة صغيرة كركم، نص معلقة بابريكا، نص معلقة شطة، نص معلقة كزبرة، قرفة،
هيل اللي هو الحبهان او ونص معلقه توم بودره ونص معلقه بصل بودره. ممكن لو التوم والبصل مش موجودين مش مشكله، يعني نقدر نستغنى عنهم لو مش بتحبوا القرفه، بس هو يفضل البهارات تبقى كلها مع بعضها عشان تديها الطعم الجميل ده. ونص معلقه صغيره جنزبيل، نص معلقه صغيره فلفل اسود، 2 معلقه صغيره ملح. كده حطينا بقيت نص البهارات. السر بقى في الوصفة دي دبس الرمان، حط 3 معالق دبس رمان، هو بس بيبقى تقيل شوية. معلقتين خل، هنقلب بقى عندنا اللحمة كويس بكل المكونات دي، وهنوطي عليها النار، وكل ما نحس ان هي ميتها قليله نزودها ميه، بس تبقى الميه سخنه علشان اللحمه ما تكشش. نزودها كده، نفضل نزودها ميه كل ما تحتاج لحد ما تستوي خالص، ونلاقي ان البصل والثوم والحاجات دي كلها دابت فيها، بقت صوص مش يعني بقت صوص بس مش محتاج، يعني مش هتبقى حجمها كده خالص. عموما برضو انا في الاخر ساعات لو الحاجات البصل لسه موجود وانتوا مثلا عندكم اولاد مش بيحبوا شكل البصل في ساعات في الاكل زي ابني يعني، فساعات بضربها اشيل منها اللحمه وبضربها في الخلاط وارجعها تاني، فبيبقى الصوص ناعم تماما. هنسيبها تستوي وهقدمها لكم في الاخر. اللحمه دلوقتي اهي حطينا لها، زودنا لها شويه ميه وهي لسه على النار بتغلي، شايفين لون الصوص عامل ايه، البصل ابتدى يدوب شويه. هنسيبها لحد بقى ما اللحمه تستوي حسب نوع اللحمه اللي عندك، يعني في لحمه البوتيلو دي بتستوي بسرعه، الكندوز ممكن تغيب شويه، الضاني حسب نوع اللحمه يعني. لما هتستوي لو لسه فيها بصل هنضربها في الخلاط، او لو حابه تاكليها كده يعني حسب الرغبه يعني. ممكن نحط عود قرفه لو وجد، بيدي طعم جميل جدا للوصفه دي. كده اللحمه معانا بتستوي، كل بقى ما تشرب ميتها ممكن نزودها ميه تانية. هنا يا جماعه بعد ما اللحمه استوت انا شلت اللحمه وهضرب ده في الخلاط وارجعه تاني على اللحمه. هنا هعمل تركايه كده ظريفه، احط حته زبده صغيره قوي ومعاها فصين مستكه، بيدي طعم جميل للحمه. بس لو مفيش مستكه عادي يعني، فممكن نتجنب الخطوه دي تماما يعني، بس لو متوفره بتدي طعم حلو قوي للحمه. بعد ما سيحنا المستكه هنصفي الصوص بتاعنا اللي ضربناه في الخلاط. كده ما بقاش فيها اي بصل ولا اي حاجه. ممكن ما تعمليش الخطوه دي خالص، وممكن تعمليها لو مش بتحبي البصل كده يبقى موجود في الاكل.
بس بعد ما ضربنا الصوص في الخلاط ورجعناه، نرجع بقى اللحمة تاني ونديها كده 10 دقايق على النار. مش قادرة اوصف لكم ريحة البهارات عاملة ازاي. عبد الله، هو انت عارف ممثل اسمه الفيلم؟ هنا يا جماعة بعد ما اتغرفت تقدم مع رز والشعرية.